السلام عليكم متتبعاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. قبل ما نبدا معكم هذه الوصفه بغيتكم تشتركوا في القناه ديالي، وشكرا لكم بزاف اللي هي قناه فاتي الوصفات الطبيعيه. دعموني بلايكات ديالكم وبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاهل والاصدقاء ديالكم. اليوم متتبعاتي بغيت نحضر معكم واحد الوصفه زوينه بزاف رائعه في تبييض الجسم كامل، وكنستعملوا هذه الوصفه في الحمام. هاد الوصفه متتبعاتي كتحيد لينا الخلايا الميته وكتجدد خلايا الجلد وكتفتح المناطق الداكنه وكتنقي لينا الجسد وكتصفيه. كتعطي متتبعاتي واحد النتائج فوريه في التبييض. كنتمنىكم تجربوها، ولا جربتوها خليوا لي تعليق. وكذلك كتوحد لون الجسم وكتعطيه نضارته الطبيعيه. وكتكون متتبعاتي من الصابون البلدي والخرقوم او كركم وزيت السالميه والزعتر متتبعاتي. ونعطيكم متتبعاتي قبل ما نبدا معكم الوصفه فوائد زيت السالميه. فهو هذا الزيت هذا فهو غني بمضادات الاكسده وكيحارب لينا متتبعاتي التجاعيد. اما بالنسبه للخرقوم البلدي او الكركم فهو الخرقوم كيعطي واحد الاشراقه والحيويه للبشره، والزعتر مطحون هو حتى هو كنعتبروه علاج فعال في حب الشباب، وهو من العناصر الطبيعيه حتى هو مضادات الاكسده، وكذلك كيوحد لون البشره وكيخلصها من الهالات السوداء الزعتر. دابا نبدا معكم متتبعاتي في طريقه تحضير هذه الوصفه والمقادير ديالها. هي وصفه سهله وكنتمنىكم تجربوها، وفي نفس الوقت هي تبييض الجسم عامه. بسم الله على بركه الله متتبعاتي. نبدا معكم كما قلت لكم. عندي هنايا معلقه كبيره عامره ديال الزعتر مطحون، هو طحنته وغربلته متتبعاتي. وهنايا غنحتاجو غير معلقه صغيره ديال الخرقوم البلدي او الكركم، معلقه صغيره صافي، والصابون البلدي. وغنخلط هاد الوصفه بزيت السالميه. هو متتبعاتي راه زوين هاد الزيت هذا، راه كيحارب لينا التجاعيد. دابا نبدا معكم متتبعاتي. هنايا دايره كما قلت لكم الزعتر، غادي نضيف عليه الخرقوم البلدي. هو بغيتكم تجربوها واستعملوها في الحمام. انا كاع الوصفات اللي كنجربهم متتبعاتي كنبغيكم حتى نتوما تجربوهم. صافي دابا غنضيف الصابون البلدي. هو نحرك دابا بشويه بشويه حتى يذوب لينا داك الصابون البلدي مع الزعتر والخرقوم. هاد الوصفه كما قلت لكم راه كتعطي واحد الحيويه للبشره وواحد الاشراقه، كتعطي واحد النضاره طبيعيه متتبعاتي. وصفه سهله متتبعاتي. ها هو داب ليا الصابون البلدي مع الزعتر والخرقوم البلدي او الكركم. صافي دابا غنضيف عليه معلقه عامره ديال زيت السالميه او صافي، ونحرك. دعموني بلايكات ديالكم وشكرا لكم بزاف، واشتركوا عندي في القناه. محتاجه دعمكم متتبعاتي الغاليات. مازال نجيب لكم وصفات رائعه ديال البشره والجسم كامل. صافي ها هو دابا عندي جاهز. نقول لكم دابا الطريقه متتبعاتي. كما قلت لكم غتستعملوها في الحمام. ملي تدخلوا غادي تبلوا الجسم ديالكم واحد 10 دقائق هكاك بالماء يكون سخون باش تفتح لكم المسام. ثم ديروا هاد الوصفه هذه او التبريمه
وخليوها في الجسم ديالكم مده نصف ساعه. خليوها متتبعاتي مده نصف ساعه، ومن بعد شلوا الجسم ديالكم وبداو تحكوا بالكيس المغربي وبالصحه والراحه. كنتمنىكم دعموني كما قلت لكم بلايك ديالكم وتشتركوا في القناه، وشكرا لكم بزاف. تسناوني ان شاء الله في وصفات اخرى، وبسلامه عليكم متتبعاتي الغاليات.